3 2 1 اكشن. أنا إيمان معتز جمال الدين، عندي 13 سنة، التيم ليدر للمشروع. أول ما بدأنا خالص أنا ما كنتش أعرف أي حد. هاكسون دي مسابقة على مستوى الجمهورية يقدر الشخص يدخل فيها في كذا مكان. هي عبارة عن مسابقة برمجة كانت بتقوي اللغة العربية والهوية المصرية، علمتنا إن إحنا نشتغل مع بعض. كنا لسه بنبحث عن الصور وكانت المدة قصيرة جدا. كانت مسابقة مش سهلة قوي بالنسبة لنا، ان احنا صغيرين كسنا. كان معانا ناس 25 سنة و30 سنة، كنا حوالي 500 متسابق والحمد لله يعني طلعنا المركز الثاني. هو انا اعتقد ان المبادرة بالفعل بدأت تأثر في السن الصغير، لان هم بدأوا ينتجوا حاجات ما كناش نتخيل انها ممكن تطلع من الاولاد في السن ده. احنا عملنا لعبة اللي هي مع التيم بتاعي، لعبة اسمها محارب الفراعنة. ودي بيكون واحد كان ماشي بيقع في حفرة وان هو بيلاقي نفسه في مقبرة، عشان يطلع لازم يحارب عدد معين من الولايات ويجيب سكور معين. لما جيت شاركت وعرفت طلعت حلوة قوي. اتعلمت اثق بنفسي شوية، واللي احنا اعرف اكود صح من غير اخطاء، وتعرفت على ناس كتير، ويعني وعايزة اشارك فيها السنة اللي جاية واللي بعد كل السنين. دايما بقول انه عندنا عاملين، عندنا الاب والام وعندنا التلميذ. المدرسة اعلنت عن مبادرة براعم مصر، وانا حسيت ان داود يعني حابب البرمجه جدا. انا وكيله مدرسه، فعرفت المبادره عن طريق المدرسه، وعرفت ان هي عن البرمجه وبتعلمهم لغات جديده، وطبعا البرمجه دي لغه العصر، فبصراحه ما صدقت ان انا سمعت عنها وسجلت اليمن فيها. براعم مصر الرقميه عامله المبادره ديت، وكانت فرصه كويسه الحمد لله قدمت له فيها، وهو حب الموضوع جدا والحمد لله كان اختيار صح. البرمجه اصبحت حاجه مهمه، كل ما تخش فيها بدري بيكون افضل. احنا دايما بنقول ان طلاب البراعم هي رحله تعليميه متكامله. بشكر اولياء الامور على دعمهم لاولادهم، وبالتوفيق ان شاء الله لاولادنا، ونشوفهم دايما من اوائل الخريجين من المستويات المختلفه على مستوى المبادره او على مستوى المحافظات المختلفه. باي.